أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده استقبل اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء سعد الدين العثماني عن حزب العدالة والتنمية، وعينه جلالته رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما يلي نص البلاغ، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله استقبل يومه الجمعة 18 جمادى الثانية 1438 هجرية موافق ل 17 مارس 2017 ميلادية بالقصر الملكي بالدار البيضاء السيد سعد الدين العثماني عن حزب العدالة والتنمية، وعينه جلالته بمقتضى الدستور رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة. السيد سعد الدين العثماني الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن حزب العدالة والتنمية رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة تقلد عدة مسؤوليات ومهام حكومية وحزبية، كما كتب وألف العديد من الكتب ونشر مقالات في مجلات وجرائد مغربية وعربية وفرنسية. نبدأ عن السيد سعد الدين العثماني في تقرير وصال إمغري. السيد سعد الدين العثماني الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، ولد في 16 يناير 1956 بإنزكان. وحصل السيد العثماني خلال مسيرته العلمية والأكاديمية على العديد من الشهادات، منها دكتوراه في الطب العام سنة 86 900 وألف بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، والإجازة في الشريعة الإسلامية سنة 83 900 وألف بكلية الشريعة بأيت ملول، ودبلوم التخصص في الطب النفسي سنة 1994. تقلد السيد العثماني عددا من المسؤوليات، حيث عينه جلالة الملك محمد السادس في يناير 2012 وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون. كما تولى السيد العثماني منصب نائب رئيس مجلس النواب للولاية التشريعية 2010-2011 ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية منذ سنة 2008، وعضو المؤتمر العام للأحزاب العربية، وعضو اللجنة النيابية لتقصي الحقائق في أحداث العيون وكديميزيك، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية منذ أبريل 2004 إلى يوليوز 2008. وتميزت مسيرة السيد العثماني بالعديد من الأنشطة العلمية والثقافية، فقد تولى مهام عضو المكتب التنفيذي لجمعية العلماء بدار الحديث الحسنية، وعضو مؤسس في الجمعية المغربية لتاريخ الطب، وعضو مؤسس بالجماعة الإسلامية، وعضو مكتبها الوطني، وعضو المكتب التنفيذي لحركة الإصلاح والتجديد، وعضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، وعضو مكتب الحسن الثاني للأبحاث العلمية والطبية حول رمضان، والمدير المسؤول لمجلة الفرقان الثقافية الإسلامية. كما نشر السيد سعد الدين العثماني العديد من المؤلفات وكتب العديد من المقالات في مجلات مغربية وعربية وفرنسية.